ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا يا أبطال، النهارده عندنا باندا بس مش واحد، عندنا 2 باندا، واحد كبير واحد صغير. مين فيهم الأحمر ومين فيهم الأبيض في أسود؟ تابعوا الحلقة كلها عشان تعرفوا الفرق الكبير بين الاتنين. الباندا العملاق مشهور جدا ولونه أبيض في أسود. الباندا الأحمر مش مشهور زي الأبيض في أسود، في ناس كتير ما تعرفوش. شكله شبه الثعلب شوية ولونه مائل للحم. الباندا العملاق ممكن يوصل وزنه 100 كيلو، إنما الباندا الأحمر صغير قد القط الكبير تقريبا. الباندا الأحمر مش ضد أصلا، هو قرب من الركوب. الاتنين بيحبوا الخيرزين جدا، بس الباندا الأحمر بياكل كمان الفواكه والبيض والحشرات. حجرة ورقة وقص، تشك تشك 3 2. حجرة ورقة وقص 4 2. احنا الأربعة. حجرة ورقة وقص تشك تشك حجرة ورقة وقص. الباندا العملاق معظم أكله خيرزان وبس. أحمر بيشرب الأشجار وبيتسلق بسهولة، أما الباندا العملاق مبيعرفش يتسلق كتير فبيعيش على الأرض. الباندا الأحمر عنده ديل طويل يلف حوالين جسمه وهو نايم، إنما الباندا العملاق مش عنده ديل طويل زي ده. الباندا الأحمر بيحب يعيش لوحده بعيد عن الكل، أما العملاق ممكن يعيش قريب من بلدات تانية عادي. الباندا العملاق كان مهدد بالانقراض جدا. العلماء درسوا طريقة تكاثره عشان يحافظ عليه ويزود أعداده. أما حياة خاصة هي أكل وخيرزات كفاية علشان يعيش في أمان. أما الباندا الأحمر فالعلماء درسوا الغابات اللي بتعيش فيها عشان يحافظوا على الأشجار اللي بتوفر الحماية، وكمان دراسة جسمهم وأكلهم ساعدت العلماء يفهموا أكتر عن حياة الحيوانات المهددة في الانقراض. جينا لفقرة الأسئلة. السؤال الأول: مين الأكبر في الحجم، الأبيض في الأسود ولا الأحمر؟ السؤال الثاني: مين اللي عنده ديل طويل، الأحمر ولا الأبيض في الأسود؟ قولنا إجاباتكم تعرفوا. استنوني الحلقة الجاية مع حيوان أغرب وأغرب. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. افضلوا معانا كل مغامرة في سلسلة حيوانات الغابة في قناة اكتشف مع حمزة ولارين. نشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.